بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من قناة الخير، ومعكم أبو عبد الهادي في سلسلة كيفية تربية الفراخ البيضاء داخل البطاريات. يسعدني ويشرفني إذا كنت أول مرة تتفرج على القناة تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. والنهاردة بإذن الله حلقة جديدة ومعلومات مهمة في تربية الكتاكيت البيضة في البطاريات من أول عمر يوم لنهاية الدورة. أتمنى تبقوا معايا آخر الحلقة بإذن الله. بسم الله نبدأ إن شاء الله رب العالمين. أول ما بتجيب الكتاكيت عمر يوم بتبدأ معاهم إن شاء الله رب العالمين كالتالي: إن درجة الحرارة لازم تكون متظبطة على 33 درجة، زائد إن شاء الله رب العالمين بتستقبلهم على عسل أسود ومحلول معالجة الجفاف. طبعا بيبقوا هم جايين في الفترة ديت الكتاكيت طبعا في إجهاد ومش مظبوطين من التنقلات اللي بتحصل لغاية ما بيجوا عندك، فلازم تستقبلهم بالطريقة ديت. زائد درجة الحرارة لازم تبقى مظبوطة على 33 درجة. طبعا انت بتسخن المكان قبل وجود الكتاكيت بحوالي ساعتين أو 3 عشان المكان ياخد درجة الحرارة المناسبة لاستقبال الكتاكيت إن شاء الله رب العالمين. ديت كده بداية سريعة لغاية ما نبدأ نحكي إزاي توصل بالكتاكيت من عمر يوم للأوزان اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا يا أحباب في دايما على طول مفيش أجمل من الحاجات الطبيعية في التربية في البطاريات داخل البيت. مفيش أفضل من الأعشاب الجميلة اللي احنا عايشين بيها، ما مش مضرة ولا في لها مشاكل ولا في ليها أدنى سموم ولا فيها أمراض. حاجات طبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ممكن نستعملها من عمر يوم لنهاية الدورة. طبعا يا أحباب عشبة الكركم عشبة ممتازة جدا 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 في رفع مناعة الطائر من عمر يوم لنهاية الدورة. الكركم ممتاز جدا 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 يا جماعة. هو أساسا في مضاد سموم ورفع مناعة ومضاد بكتيري ممتاز الكركم دوت. طبعا أنا بحب أحط معلقة ل4 كيلو علف، 4 كيلو علف، وزائد بحط معاهم كماني مع الكركم الثوم البودرة والبصل البودرة وحبة البركة. المجموعة بتاعة الأعشاب دي يا أحباب مجموعة ممتازة 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 لرفع مناعة الطائر من أول عمر يوم، واخدين بال حضراتكم، لغاية نهاية الدورة. طبعا أنا بفضل أول يوم بستقبل زي ما قلت لحضراتكم كده بمحلول معالجة الجفاف والعسل الأسود. محلول معالجة الجفاف بحط كيس على اللتر زائد معلقة عسل على اللتر عسل أسود لمدة تتراوح من 5 ساعات ل8 ساعات. وبعد كده يا أحباب أنا من تاني يوم على طول بستعمل الأعشاب دي على طول، واخدين بال حضراتكم. فالأعشاب ديت بفضل الله ممتازة جدا لرفع مناعة الطائر، زائد إنك بتلاقي في طائر قدام منك مناعته قوية وتلاقيه بيتحرك وفي نشاط، فبكده حضرتك هتاخد معدل تحويل كويس. وزائد أهم حاجة الوسعة يا جماعة داخل البطارية. الوسعة
ما يبقاش فيه تكدس، ما يبقاش فيه تكدس وتراكم في قلب البطارية وزحام، لأن الزحمة ديت هي اللي بتعمل الصردة. الزحام بيعمل الصردة، زائد عدم تنظيم درجات الحرارة في داخل المكان تعمل صردة برضك أيضا. لازم يا جماعة تحافظوا على درجة الحرارة وفي نفس الوقت عامل التهوية. وطبعا يوم عن يوم درجات الحرارة بتقل عن الأول. انت بتستقبل أول يوم على 33، تاني يوم على 32، تالت يوم بتقللها درجة كمان لغاية 31، وتفضل ظابط معدل الدرجة ديت لمدة 7 8 أيام. وبعد كده درجات الحرارة كل ما الطائر ما بيكبر ما بيحتاج إن درجات الحرارة بتقل في المكان، لأن جسم الطائر بيكبر والدورة الدموية داخل الجسم بتنشط، فبيبقى فيه عامل زيادة للحرارة في قلب المكان. فلازم تاخد بالك من درجة الحرارة المناسبة داخل المكان اللي انت مربي فيه الفراخ. مع مراعاة يا أحباب، كل ما بتيجي حضرتك بتغير العلف لازم تحط مضاد سموم. يعني مثلا مش عاوزك ترتبط مثلا بتغيير العلف، يعني ممكن بعد 8 أيام أو 10 أيام تبدأ تحط مضاد سموم. والمضاد السموم ده يا جماعة مهم جدا 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 للفراخ، لأن طبعا الأعلاف الأيام ديت يعني ما يعلم بيها إلا ربنا. يعني أحيانا للأسف الشديد بيبقى فيه العلف نسبة السموم فيه عالية، فاحنا ناخد احتياطنا ونبدأ نحط مضاد سموم من عمر 8 أيام أو 10 أيام. والمضاد السموم دوت بحط 1 سنتي على اللتر لمدة 12 ساعة لمدة 3 أيام، يعني ممكن اليوم الثامن والتاسع والعاشر. مع انك انت بتحط 12 ساعة الاخرى بتحط هيسلينيوم. هيسلينيوم برضك سنتي على الواحد اللتر، ده بيرفع من مناعة الطائر. ديت حاجات برضك مقوية ومنشطة داخل الدورة، انك انت دايما بتخلي الطائر نشيط، دايما على طول عينك عليه. لو في اي خلل، في اي اسهالات، في اي مشاكل قدام منك، انت بتاخد بالك على طول. وانا احباب لو لقيت اسهالات انا بتعامل معاها بالشيح والليمون. بالشيح والليمون بغلي شوية شيح وبعصر عليهم ليمون، واحيانا بعمل شاي، يعني بجيب مقدار شاي على مقدار شيح، وبعد ما بغليهم ببدأ حضراتكم ان انا اسيب المية تهدى واصفيها كويس. يعني مثلا بغلي قيمة مقدار لتر مية، بحط فيه شيح وبحط فيه شاي لمدة مثلا الغلي درجة الغليان، وبعد ما بيغلوا ببدأ اسيب الموضوع دوت مثلا، اسيبهم لغايه مثلا 10 دقايق لغايه ما الغليان ده يهدى، وبعدين ابدا اعصر عليه ليمون، وبحط مقدار حوالي يجي 10 سنتي على اللتر من المخلوط ده بعد ما بصفيه. طبعا سبت المية تهدى الأول، وطبعا لو حطيتها في المية على طول المية الساقعة هتبدأ تهدى هي على طول، بس يجب عليك انك تتركهم شوية 10 دقايق متغطيين عشان يخرطوا والزيوت الطيارة تفضل موجودة في قلب المحلول اللي احنا عملناه. فالشيح والشاي وعصر الليمون بفضل الله بفضل الله ما شاء الله حاجة ممتازة للإسهال، لأن الحاجات ديت دايما ما شاء الله قاتلة لأي ميكروب، لأي طفيليات، بتنظف المصران، بتمسك الإسهال خالص. عامة بتقضي على أي فيروس مسبب للإسهالات. زائد يا أحباب على طول يوميا أو يوم ويوم حسب إمكانياتك إنك أنت تحط اللي هو الكركم والثوم البودرة والبصل البودرة والسمسم. طبعا ده ممتاز جدا 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 في 10 أيام الأولانيين، يعني ممكن تشيله بعد 10 أيام الأولانيين. وإنما الثوم البودرة والبصل البودرة والكركم واللي هو حبة البركة ممتازين ممتازين يا أحباب
لنهاية الدورة. كل يومين تحط، كل 3 أيام تحط. حتى لو انت استعملت الموضوع ده كل 3-4 أيام تحط كمية معينة على الخلطة بتاعة العلف، فهتلاقي انت اساسا هتلاقي معدل تحويل ممتاز بفضل الله. مع عامل النظافة يا أحباب، لازم النظافة دايما على طول، تنظف يوميا على أساس إنك ما تشمش ريحة أمونيا وعامل التهوية. ونرجع ونقول يا أحباب، النظافة هي سبب نجاح كل دورة. والله لو حافظت على النظافة ودرجة الحرارة المناسبة، والله يا أحباب هتطلع بالدورة ناجحة بدون أي أمراض، بدون أي فيروسات، بدون أي حاجة. مش هتحط حتى أي دواء ولا أي نوع من الأدوية، ولكن اشتغل بالأعشاب الطبيعية اللي موجودة، اللي ربنا خلقها لنا، ممتازة 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 جدا. وفي نهاية الحلقة كان معكم أبو عبد الهادي من قناة الخير، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.